مرحبا بكم في قناتكم دي زد أخبار 24. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء زيادات جديدة في أجور الموظفين إلى جانب رفع القيمة المالية لمنحة البطلة والحد الأدنى لمعاشات التقاعد. ووجه الرئيس تبون لدى ترأسه لمجلس الوزراء برفع منحة البطلة إلى 15,000 دينار مع تكفل الدولة بتكلفة التغطية الاجتماعية للمستفيدين منها. كما سيتم رفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15,000 دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10,000 دينار، وإلى 20,000 دينار لمن كان يتقاضى 15,000 دينار. وبالنسبة لرفع أجور الموظفين ستتراوح الزيادة عامي 2023 و2024 بين 4,500 دينار و8,500 دينار في كل سنة حسب الرتب.